يسلم نفسه، الاوضه عندنا محاصره. يا عم هموت، احدف لي طلق بسرعه الناس داخله علينا. ينفع اديك ميه بدل الطلق؟ اديني مت يا عم اهو. في يا زوز ايه اللي مضايقك قوي كده؟ متنرفز يا عم، بقالي ساعه بقول له احدف لي طلقه، هموت لحد ما الواد اداني واحده موتني. عادي يا عم، وانت مت في الحقيقه يعني؟ لا ما متش في الحقيقه يا خفيف، بس الريتش بتاعي بيقل، احنا كنا في اخر الجيم خلاص بيخلص. يا عم بلا تكييم بلا بتاع، يلا ننام. مالكش دعوه، مش هنام، نام انت يا عم. والله العظيم هنام ابويا. لا ابوك لا، خلاص نام يابا وانا هنام دلوقتي. لا مش هنام غير لما انت تنام. اهو يا عم هنام، ده انت عيل بارد. ايوه كده يلا. اخيرا نمت، ده انت عيل بارد. الحمد لله يا أمي نايمة. الحمام ده راحة نفسية. كده أمي نايمة وأخويا الزرزور نام وأبويا قاعد في الحمام جوه، لما بيقعد في الحمام بيقعد يجي ساعتين تلاتة. يس هو ده الوقت. جاي لك يا احلى حله في الدنيا كلها. احلى مكرونه دي ولا ايه؟ يا رب بس ما حد يصحى. ايه ده؟ هو زوز راح فين؟ يا ابن اللذينه، طالما مش نايم جنبي على السرير يبقى بيعمل حاجه، انا لازم اقوم اشوفه. ده بابا في الحمام. يا نهارك اسود، انت بتفطر من ورانا يا زوز؟ انا اقول لابويا ولا اقول لامي اني نايمه ولا اقول لمين؟ هعمل ايه دلوقتي؟ لا ده هعمل عليه مصلحه وبعد كده اقول لابويا واقول لامي. ماشي يا زوز جايلك. قفشتك يا زوز، سلم نفسك. يا نهارك اسود، انت ايه صحاب؟ يا نهارك اسود، انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ يلا ده انا بصلي صيامي، مفيش اي حاجه يعني، ده شويه مكرونه كده قلت اسلك بيهم زوري. بتسلك زورك، ما هو واضح. امال طبق المكرونه ده كله ايه؟ ده انت لهط تفطر من ورانا يا زوز؟ لا ما فطرتش يا عم، مين اللي قال لك كده؟ اشتغلني يا زوز، انت فاكرني عيل صغير ولا ايه؟ يا عم بطل غباء بقى، انا كده مش فاطر، ده شويه مكرونه بس كده عشان بس انا تعبان يا اسطى، انا تعبان وعيان، والعيان بيفطر عادي. لا يا عم انت بتضحك عليا. انا بضحك عليك؟ انا اقدر؟ ده انت حبيبي يا زرزور. والله بتضحك عليا. الله يخرب بيتك، انت اللي صاحبك دلوقتي واعمل معاه ايه ده دلوقتي؟ بص بقى من الاخر، انا هخش اقول لابوك. لا خد هتقول لابوك؟ يلا يخرب بيتك، خد تعالى. جايلك. ايه يا عم الفاطر، عايز ايه؟ قول لي انت عايز ايه بس وانا هعمله لك. اي حاجه اي حاجه. ايوه انا ما تتكسفش، ده انا اخوك، اي حاجه هتطلبها دلوقتي هنفذها لك. طب بقول لك ايه بقى، انا عايز 200 جنيه. يا نهار ابوك اسود، 200 جنيه انا اللي انت عايزها؟ مش هتجيبهم، انا هروح اقول لابوك. يا ابن اللذينه، بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني، ما ابوك لو عرف هيشروحني وهيرميني من الشباك. اضطر اديها لك بس مش هتقول لحد. عيب عليك يا عم، مش هقول لحد. ده انت عيل مادي. ايوه يا عم انا مادي. هات يا حبيبي. خد يا عم ال 200 جنيه اهي. هات. احلى 200 جنيه دي ولا ايه؟ هتعمل ايه بقى بعد ما خدت ال 200 جنيه؟ مالكش دعوه يا حبيبي، عشان انا هجيب بيهم كلهم بومب وصواريخ. يا نهارك اسود، هتجيب ال 200 جنيه كلها صواريخ؟ يا نهار اسود، اهو ابوك حضر. في ياض انت وهو صوتكوا عالي ليه كده؟ يلا خرجتوني من الحمام. يا بابا صوتنا مش عالي ولا حاجه، ده احنا بنتكلم انا وزرزور وداخلين ننام. وبتتكلموا في ايه بقى ان شاء الله؟ عارف يا بابا زوز كان. بس يلا بقى، انت مش خدت 200 جنيه؟ ولا اسكت يلا. في ايه يلا، عايز تقول حاجه؟ خلاص يا عم مش هقول حاجه، ما تخافش، انا خدت 200 بقى خلاص. وبعدين يلا طبق المكرونه اللي جنبك ده يلا. الاكل اللي جنبي ده يا بابا ده اكل فايض من امبارح، انا هقوم اشيله، ماما شكلها نسيته ما دخلتوش المطبخ. امك نسيته، طب دخله المطبخ يا حبيبي. ما تقلقش يا بابا، 5 دقايق بالظبط ونخش ننام وراك. خلاص يا بابا انا هقوم اخش الحمام واجي وراك على طول. ماشي يا حبيبي، هخش انام، و5 دقايق لو ما لكوش جوه على السراير هكسر لكم عضمكم. ماشي يا بابا، تصبح على خير. احمد ربنا ان انا ما قلتش لابوك، دي اول 200 جنيه، سلام بقى. وانت والله العظيم لو اوريك هدخل ده المطبخ واوريك هعمل فيك ايه. بقول لك يا زوز، عايز ايه يا زفت؟ انت كمان دخلني الحمام. ما تجيب 200 جنيه. انا وراك اسود، ما انت لسه واخد 200 جنيه. لا ما ال 200 جنيه دي خلصت يا حبيبي، انجز. انت لحقت تخلصها؟ مفيش 200 هتمشي يلا. هخرج اقول لامك دي صحيت بره. لا استنى، ده انت عيل كلب. خد يا عم 200 جنيه. ايوه كده، ناس بتجيش غير
بالعين الحمراء، خليك انت بقى في الحمام ساعتين. انا مش عارف افضل اخد منه امتنانات لحد امتى. اما اقوم انام. والله يا حاج ده احسن رمضان عشان انت جنبي فيه بس وما سافرتش السنه دي. ربنا يخليكي ليا يا حاجه يا ست الكل. انت شرفت يا حبيبي، خلصت الحمام على خير؟ خلصت حمام على خير. عايز ايه قرد؟ طب ايه يلا ب 200 جنيه. ده بعينك، مفيش ميتينات تانية اصلا. هو ايه اللي مفيش 200؟ هتجيب 200 يعني هتجيب 200. ولا مفيش رغي كتير، مش هديك 200. ماشي مش هتجيب يعني. هو مفيش غير الميكروفون ده دلوقتي وهندا اقول يا بابا يا ماما زوزي كان بيفطر مكرون. قول لهم يا عم مش خايف. ايه ده يعني مش خايف يعني؟ ولا اقول لك انا اللي هم اقول لهم بنفسي وهتشوف. يا بابا يا ماما. ايه يا زفت انت خارج تجعر ليه كده؟ يا بابا يا ماما. صوتك عالي ليه كده يلا؟ بزعق يا ماما عشان عايز اقول لكم ان انا فطرت. يا نهار اسود، ده قال لهم بجد؟ يا نهارك اسود، انت بتتكلم بجد؟ اه والله العظيم. ده انت يومك تيم معايا النهارده. تعالى. ودي تيجي يا حاجه واسيبك لوحدك؟ ده انا جاي لك انا كمان. تعالى يلا. يا نهار اسود، انتوا